تعالوا النهاردة اقول لكم على تكاتي لأول مرة هتسمعوها في عمل عصاج الرقاق اللي هتخليه تحفة وطعمه مميز جدا. اول حاجة اللحمة مش بفرمها، اللحمة بتتقطع مكعبات صغيرة بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بفرم البصل بفرمه في الكب عادي، ويكون البصل قد اللحمة بالظبط، وانزل عليه بقى بالتوابل، مش بكتر له توابل. التوابل عبارة عن فلفل اسود وجوز الطيب رشة صغيرة، لو مش حابة جوز الطيب ما تضيفيش بس بتديله طعم مميز. ببشرها كده وبقلب بقى البصل مع اللحمة كويس جدا، مش بحط حاجة قبل حاجة، لا بيتقلبوا مع بعض كده. وعلى النار هضيف لها بس شوية مية صغيرين، وكل شوية هزود المية لحد ما تستوي اللحمة معايا، تستوي كويس. وبعد ما بتستوي بنزل عليها بمعلقة سمنة بلدي كبيرة ومعلقة صلصة طماطم كبيرة، وكمان معلقة صويا صوص، بس ما تكتريش الصويا صوص في اللحمة بتخلي طعمها جميل ومميز. وبحدق بقى بالملح. واهم حاجة بقى في عصاج الرقاق الصوص، لازم اسيب عليها صوص كده، وهتعرفوا ليه في الفيديو الجاي ان شاء الله.